السلام عليكم. النادي الأهلي أعلن انسحابه من الدوري في حالة عدم تأجيل مباراة القمة واستقدام حكام أجانب. طبعا قرار قوي جدا من النادي الأهلي جدا، بس هل القرار ده النادي الأهلي هيطبقه؟ وهل اتحاد الكرة ورابطة الأندية هيأجلوا المباراة؟ ده اللي هنشوفه خلال الساعات القادمة. ورد فعل نادي الزمالك ان هو هيروح المباراة في توقيتها، هيكون متواجد في استاد القاهرة في توقيت المباراة. ده طبعا قرار قوي جدا من نادي الزمالك، لان الزمالك لو ذهب الى المباراة ولم يأتي النادي الاهلي فالاهلي منسحب، فمترتب على ذلك قرارات ولوائح قوية من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، زي هبوط النادي الأهلي الدرجة التانية، وزي طبعا خسارة النادي الأهلي هيدفع غرامة 20 مليون جنيه، وهيدفع كل الخسائر اللي ترتب عليها انسحابه من المباراة ومن البطولة، هيتكفل بيه النادي الأهلي. طبعا ده في حالة وجود اتحاد كرة قوي ووزارة شباب قوية ورابطة أندية قوية. لكن نبص للنادي الأهلي في حالة إنه ينسحب، أول شيء مش هيلعب دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم. تاني شيء مش هيلعب في كأس العالم للأندية في حالة فوزه بدوري أبطال أفريقيا. دي خسائر كبيرة جدا للنادي الأهلي، جدا جدا جدا. ليه بقى؟ النادي الأهلي عنده رواتب بالدولار، طبعا الإدارة الفنية والمحترفين بيجيب لهم دولار منين؟ طبعا بيجيب لهم من نتائج وجوائز دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية. في حالة الانسحاب الأهلي مش هيلعب فيهم، فهيجيب فلوس منين للطاقم الإداري والطاقم الفني واللاعيبة المحترفين؟ فانا اعتقد ان الاهلي بيهدد كده تهديد في الهواء، لان مفيش حاجه اسمها انسحاب دلوقتي، في حاجه اسمها رعايه. انت هتنسحب، طب الفرق اللي الشركات اللي بترعاك هتدفع لك فلوس بناء على ايه؟ بالتالي انت عايز تدفع رواتب لعيبه بالجنيه برضه، هتدفعهم منين؟ طيب البث اللي بيدخل لك منه ملايين في الموسم، البث ده انت بتاخد منه تسد برضه رواتب اللعيبه والتزاماتك، هتدفعها منين؟ اعتقد ان هو صعب جدا جدا النادي الاهلي ينسحب، ولكن زي قرار القوي من الاهلي لابد برضه من رد فعل قوي من اتحاد الكوره، سواء مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي.